يقول صار لي خلاف بينه وبين زوجته، وبعد أن أخذها للوضع، يعني كانت حامل وكانت في شهرها الأخير يعني التاسع، أخذها عند أهلها للوضع. ربما حياتهما في بيت الزوجية حياة فيها عسر، فيها مشقة، فيها شدة، فأخذها إلى أهلها تضع عندهم. النفساء تحتاج إلى من يخدمها، وتحتاج كذلك إلى إحضار حاجات تعيد إليها قوتها ونشاطها حتى تتمكن من خدمة بيتها وخدمة زوجها والقيام على مولودها. فهو أخذها بنية سليمة على أن تضع مولودها عند أهلها وتتلقى منهم هذه الخدمات المطلوبة للنفساء، وبعد أن تشفى من نفاسها يعيدها إلى أحضان البيت والأسر. ولكن عندما شفيت من نفاسها وطلب منها الرجوع أبت، قالت أنا لا أعود إلى بيتك. فماذا يقال لها؟ يقول ليس فقط ماذا يقال لها، دائما وأبدا هذه الأسئلة المتعلقة بالعلاقات الزوجية يعني خلاف بسيط ونبني من الحبات قبات ونوسع في شقة الخلاف حتى نتصور وكأن هذا الخلاف لا حل له إلا الطلاق. لا، هذه الزوجة التي ذهبت لوضع مولودها في بيت أهلها، كيف يا بنيتي ترفضين الرجوع إلى زوجك؟ ماذا تريدين؟ أفصحي. هل أنت الآن تعيشين مع زوجك في بيت مستقل؟ يبدو من خلال السؤال هذا هو الموجود، يعني أن الزوج والزوجة يعيشان في بيت مستقل. فإذا لماذا ترفضين الرجوع؟ المعروف عادة أن الزوجة إذا ذهبت إلى بيت أهلها وبدا لها أن لا تعود إلى بيت زوجها، لكون البيت الزوجي بيت مشترك فيه أخوات الزوج، فيه إخوة الزوج، فيه أبو الزوج وأمه وما إلى ذلك، فكثرة هذه الأعداد ينشأ عنه الخلاف وتنشأ عنه الأتعاب الشاقة، يعني الأعمال الشاقة وما إلى ذلك. فإذا لم تحتمل ولم تصبر تقول أنا لا أرجع إلا إذا حضرت لي بيتا مستقلا للحياة الزوجية فقط أنا وأنت وما معنا من الأولاد. لكن إذا كانت الحياة على هذه الاستقلالية وترفض الرجوع لابد أن هناك سبب آخر. إذن لابد من البحث عن أسباب هذا الموقف من الزوجة بعدم الرجوع إلى بيت زوجها، وهذه الأسباب نتعرف عليها بالجلوس، يعني أن ينتقل الزوج إلى بيت أصهاره ويلتقي بصهره، وإذا كان أبوه على قيد الحياة يأخذهم معه. هذه البنت لماذا رفضت الرجوع إلى بيت الزوج؟ تفصح عندئذ، تعلن عن الخلل، تعلن عن السبب الذي جعلها ترفض الرجوع. إذا كان السبب يتعلق بالزوج في صحته، في قوته، في يعني رجولته وما إلى ذلك، هنا أيضا لابد من حوار الزوجة. هل أنت وصلت إلى حد الخوف على نفسك من هذا الزوج؟ إذا ثبت أنه فعلا في حالة من العلاقة تؤدي إلى النفور، ثم الخوف على الزوجة من أن تكفر العشير كما قالت زوجة ثابت بن قيس رضي الله عنهما لما ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله لا أعيب في ثابت لا في خلق ولا دين، يعني الرجل على خلق وعلى دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. معنى ذلك أنني أكره أن أعيش مع زوج يجعلني أحتقره ولا ألبي طلباته ولا أطيعه في أوامره. هذا هو كفران العشير. فهي ازدرته
بعينها، لم يملأ عينها، نظرت إليه فرأته يعني هي أكبر منه مش سنا، أكبر منه مقاما، فخافت هذا الفارق بينها وبينه يؤدي بها إلى التمرد وإلى العصيان وإلى الكفران العشير. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه أوري، يعني أراه الله أهل النار فوجد أكثر أهلها النساء، فسألت النساء: لماذا يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكفرن العشير، معنى ذلك تتنكرن للأزواج وتتمردن عليهم بعدم الطاعة وعدم الانقياد وعدم الإحسان في العشرة. فهذه الزوجة إذا كان الذي جعلها ترفض الرجوع إلى زوجها هذا الأمر، عندئذ يطلب من الزوج كما طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثابت أن يقبل حديقته التي أمهرها ويطلقها، وهذا الذي يسمى الخلع، يعني أن تخلع نفسها. ولكن الفارق الذي بين زوجة ثابت وهذه البنية أن زوجة ثابت ليس لها ولد تتركه أو تيتمه أو تفرقه عن أبيه، أما أنت يا بنيتي فقد أنجبت مولودا لزوجك. عدم الرجوع إلى هذا الزوج معناه تيتيم الولد وأبواه على قيد الحياة، يعني أن تجعل ولدك إما أن يرفضه الذي سيتزوجك مستقبلا فيبقى عند أهلك أو عند أبيه، وإما أن يأخذه أبوه ويتزوج امرأة أخرى، وزوجة الأب ليست أما ولا يمكن أن تكون أما بحال من الأحوال. إذن الضحية في المسألة شكون؟ هو الولد أو البنت. لذلك ينصح الوالدان اللذان على خلاف بينهما أنه إذا كان ولا بد من الفراق يحدث قبل الإنجاب، وإذا تم الإنجاب فلا بد من التضحية والصبر على الآخر من أجل الولد. فأقول لهذه البنية إذا كانت في استماع: فكري جيدا في ولدك أو في ابنتك، ولا تتشبثي برأيك، ولا تستمر في هذا العناد بعدم الرجوع، لأن المصلحة قد تتحقق لك ولكن بالنسبة لمولودك مفسدة، فلا يمكن أن نجمع بين المصلحة والمفسدة. دائما درء المفسدة كما يقول الفقهاء مقدم على جلب المصلحة. ضحي من أجل ولدك، وهذا الذي نعرفه عن الأمهات أنهن يضحين من أجل أولادهن. والزوج أيضا لابد أن يحاسب نفسه، كان العيب فيك صحي وقابل للعلاج بادر إلى العلاج، وإذا كان العيب فيك شح وبخل حاسب نفسك. هذه الزوجة شريكة حياة، لا يجوز أن تبخل عليها، بل يجب أن تكرمها. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإكرام الزوجة، وكذلك لا تبخل عليها بالهدايا، ولا تنقص من حقها في النفقة، لأنك إذا ظلمتها وقهرتها ومنعتها من حقوقها هذا أيضا يدفعها إلى هذا النفور وإلى هذا الطلب بعدم الرجوع إلى بيتك. حاسب نفسك، إذا كنت قادرا على أن ترجع عن بعض الحقوق أو تتنازل عليها فافعل من أجل ولدك، أن تجمع شمل الأسرة. رب إن شاء الله ينزل الرحمة في القلوب ويوحد